يا عيني عليك يا سمح، شو هالسمكات الطيبين هدول اللي بياخدوا العقل وجنبهم رز الصيادية وسلطة الجرجير والبندورة والبصل. يا سلام والله شي ناهي وعلى الأول والله. إن شاء الله صحتين وهنا على قلب الجميع يا رب. يسعد لي كل أوقاتكم يا رب حبايب قلبي ومتابعيني الغاليين من وين ما كنتوا عم بتتابعوني يا ميت أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وبأحسن حال يا رب. اخواتي وحبايب قلبي مثل ما سمعتوني بأول الفيديو عاملة اليوم سمك مقلي جنبه رز صيادية وجنبه جرجير، سلطة جرجير مع بندورة وبصل. هلا هون أنا جايبة 2 كيلو سمك. طبعا الزلمة بنضفهم وجاهزين معهم، طبعا نحنا بنعيد غسيلهم وبنضفهم كمان كتير منيح وبننقعهم بمي وملح مشان ما يبقى فيهم ريحة زنخة أو زفارة. وصفيناهم مثل ما انتم شايفين، وعندي هاي المكونات، مكونات تتبيلة السمك. هلا هون عندي بارشة قشر الليمون، ليمونة كاملة برشت القشر تبعها. عندي هون بصلايتين كبار فارمتهم ناعم، عندي هون معلقتين توم كبار مهروسين، عندي 3 حبايات جزر، وعندي طحين، وهون عندي كيلو رز. هلا بتشوفوا كملوا معي الفيديو للآخر ورح تشوفوا شو رح أعمل. هلا اول شي طبعا رح اعمله بدي اعمل تتبيله السمك. عندي مثل ما قلت لكم هون معلقتين توم كبار مهروسين، حطيت عليهم معلقه صغيره فلفل اسود، واللهم صل على سيدنا محمد معلقه كبيره كزبره يابسه، وطبعا حطيت معلقه كبيره كمان ملح، والملح حسب الرغبه بس لازم يكون الملح ظاهر شوي. السمك طيب يكون مالح يعني ملوحته ظاهره. وراح خلطهم هيك مثل ما انتم شايفين، راح خلطهم منيح لحتى ينمزجوا كلهم مع بعضهم، البهارات مع الثوم. وهلا بتشوفوا شو رح اعمل بعد ما احركهم كتير منيح. بدي اخد منهم معلقة كبيرة مشان بدي احطها مع الرزات تعطيه طعم كتير طيبة. طبعا من بعد ما اقلبهم كتير منيح والبهارات تنمزج كتير مع الثوم، رح اخد منهم مثل ما قلت لكم معلقة كبيرة. هاي بدي شيلها على جنب. هلا بقى بدي كمل تتبيلة السمك. طبعا بدي احط لهم برش الليمون، ما قدرت احطه بالاول انا مشان بدي اخد منهم معلقة مشان احطها مع الرز. هلا بقى بعد ما خلصت هيك بدي حطيت عليهم برش الليمونة، طبعا هي ليمونة كبيرة كاملة، برشت القشر بس بشرته هيك مثل ما انتم شايفين، وحركتهم هيك فوق التتبيلة. بتعطيه برش الليمون، بتعطيه للسمك طعم، بتاخد العقل، بتضيع اي زفرة اي زناخة، كتير كتير طيبة، بتعطيه طعم بتجنن صراحة، جربوها اللي ما بيعرفها. هلا هيك من بعد ما خلصت انا التتبيلة طبعا بلشت اني تبل السمك هيك من برا ومن جوا، طبعا من فوق لتحت، بحيث اني اعبيها يعني تبلها كتير منيح بحيث تتشرب التتبيلة وتطلع طعمة السمك كتير طيبة. واهم شي مثل ما قلت لكم الملحات لازم يكونوا شوي ظاهرين، وتدعكي السمك كتير منيح من برا ومن جوا عشان تعطيك الطعم الطيبة اللي بتاخد العقل. هو طعمة السمك بسم الله ما شاء الله هو تازة، طعمته يعني والله زبدة سبحان الله، كتير ظريف. هيك من بعد هلا انا ما تقريبا حخلص السمكات، تبلتهم كلهم كتير منيح هيك مثل ما قلت لكم، صاروا جاهزين معي. شوفوا بسم الله ما شاء الله ريحتهم تاخد العقل، ريحة الليمون فواحة. هلا تركتهم شوي هيك يتشربوا بالتتبيلة. قلت لعلق انا على الرزات، طبعا اللي حطيت البصلايتين مثل ما قلت لكم اللي فارمتهم ناعم، حطيت شوية زيت بالطنجرة. طبعا رز الصيادية رز السمك لازم ينعمل بالزيت مو بالسمنة مشان يطلع مفلفل وغير شكل. بدي اتركها البصلاية بدي اياها تسود معي، يعني ما بدي اياها انه تشقر يا دوب تدبل، لا بدي اتركها شوي لحتى تسود هيك مثل ما انتم شايفين، مشان بدي يحل لونها على الرز، لانه رز الصيادية مثل ما بتعرفوا لازم يكون لونه غامق شوي. وهي معلقة التومي اللي قلت لكم عليها اللي شلتها من تتبيلة السمك، حطيتها هيك فوق البصلات، بتعطيه طعم للرز خرافية، طعم بتاخد العقل. التوم مع بهارات تتبيلة السمك بتطلع بتجنن مع الرز. يعني لما بتعملوا التتبيلة شيلوا معلقة من التتبيلة تبع السمك حطوها مع الرز، والله ما بتندموا كتير طيبة. والجزرات 3 حبايات جزر هيك برشتهم كمان مثل ما انتم شايفين، وحطيتهم كمان الجزر كتير كتير طيب مع رز الصيادية.
بيعطيه طعم بتاخد العقل. هلا هون انا حطيت شوية مي فوقها لانه بدي اتركها شي 10 دقايق تحل مي لون البصل، بدي يحل لون البصل على المي مشان مثل ما قلت لكم يغمق الرز عندي. تركتهم هيك مثل ما قلت لكم 10 دقايق لبين ما اني انا احط السمكات بالطحين. الطحين لازم بعد ما تخلصي ما تتبلي السمك لازم تحطي طحين مشان ما تلزق السمكة بالنار. يعني انت حاطتيه بالمقلاية مشان ما يلزق، لازم تحطي له طحين مشان ما يلزق بالمقلاية. بس هون اخواتي والله انا فاتتني شغلة هلأ بدي اقلكن عليها. كان لازم المفروض اني اعملها قبل ما اتبل السمك. لازم اعمل حزين هيك بالسمكة من ورا ومن قدام، وبعدين تبلها مشان يتشرب اللحم التتبيلة. انا والله نسيت وفاتتني، بقى حبيت لكم عليها هلأ وتشوفوا كيف رح اعملها. نسيت اعملها قبل ما اتبل السمك، يعني انا حززتهم هيك من بعد ما تبلت وخلصت. يفضل انكم تعملوا هالحركة هاي قبل ما تتبلوا السمك مشان اللحم كله يتشرب التتبيلة. وبعدين بقى تحطوه تلكوه هيك بالطحين طبعا، وتشغلي النار وتبلشي تقلي السمك. هلا هون انا مثل ما قلت لكم من بعد ما تركت مية البصل تحل شوي شي 10 دقايق تركتها على النار. هلا هون انا بدي زبط الملح، زبطت له ملح، والملح لازم يكون ظاهر شوي. انا كمان بحب الملح كتير بالاكل، يعني بحب الملح على طول باي اكل يكون ظاهر شوي عن اللازم. وحطيت معلقة كبيرة كمان كزبرة يابسة، وقلبتهم هيك كمان كتير منيح. وهلأ بدي انزل فوقهم بالرز بقى. طبعا من بعد ما غسلت الرز وجاهز معي بدي نزلت فوقهم بالرز وقلبتهم هيك تقليبتين اخواتي لحتى يتشرب كله مع بعضه، كل الخليط ينمزج سوا. هلأ بقى ان شاء الله بدي احط غمرن مي. طبعا ما بدي كتر مي، يا دوب غمرن مشان الرز ما يعجن معي ويطلع مفلفل وكل حبة بحبتها. شايفين اخواتي؟ والله الرز طالع ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. طعمته بتاخد العقل من كتر مو طيب. هلا هيك بدي غطيه بقى وخليه لتنشف ميته، بعدين بهدي النار عليه. طبعا هون مثل ما انتم شايفين هيك حطيت انا الزيت على النار وحمي الزيت معي. بقى بدي بلش اقلي السمكات. طبعا هلا ما بحركهم ولا بجي جنبهم لحتى يعطوا شوي لون من الجزء التحتاني. هون بقى نشفت مية الرز عندي، ما بقرب عليه بس بتأكد انه نشفت ميته، وبهدي عليه الغاز شمعة وبغطيه يستوي على اقل من مهله. شايفين كيف؟ بسم الله ما شاء الله. والله السمك طالع بسم الله ما شاء الله كتير طيب، طعمته بتاخد العقل. هون بقى من بعد الرزات ما تركتهم 10 دقايق هيك وهو مهدى عليهم النار، بدي اقلبهم اول تقليبة. طبعا ما بدي حركه كتير. الرز هون لسه ما استوى معي، لسه بده شي 10 دقايق تانيين، بس لازم قلبه اول تقليبة وبتركه بقى يستوي على اقل من مهله. وهون طبعا هلا انا اتاكدت انه السمك استوى معي من الجنبين واللون اللي انا بدي اياه وعين الله حوله. هلا بقى بدي اشيل اول وجبه لانه مثل ما بتعرفوا المقلايه ما بتسع الكميه كلها، عملتهم على دفعتين. ولبين ما يستوي السمك والرزات انا كنت عامله الطراطور. عملت الطراطور. الطراطور هو حطيت تقريبا شي معلقتين كبار طحينه وحطيت عليهم شويه مي. طبعا ما فيني ادلق كتير مي، لازم احط شوي شوي وحرك. هلا هون بدي احط عليهم عصرة ليمونة بسيطة مو اكتر.
عشان تعطيه المزازة والحموضة الطيبة يعني. والملح طبعا الملح بتزبطوا ملحه على مثل ما انتو بتحبوا. لازم حرك فيه لحتى اشوف القوام اللي انا بدي اياه. ان لقيتوه جامد معكن وتقيل زودوا شوية مي، ان لقيتوه تمام القوام اللي انتو بتحبوه خلص هيك صار تمام، انكم تزبطوا ملحه وخلص. شايفين اخواتي هيك لازم يكون. هلا هيك التراتور صار جاهز معي، بسم الله ما شاء الله. وهيك سفرتنا صارت جاهزة. شوفوا لي هالسفرة هاي اللي بتاخد العقل، سلطة جرجير وبندورة وبصل والسمكات والتراتور. والله شي ناهي وعلى الأول وما في أطيب من هيك. شوفوا لي هالمنظر هذا اللي بياخد العقل، اشتهيتكن اخواتي وحبايبي معي والله. ولا رز الصيادية هذا اللي طعمته اقسم بالله العظيم ولا أطيب من هيك. عملوه هيك بنفس الطريقة ورح تدعولي بإذن الله. حبايب قلبي لا تنسوا تعطوني رأيكم بالتعليقات. واللي أول مرة عم بشوف القناة تبعي وحب المحتوى اللي عم أقدمه فضلا وليس أمرا لا ينسى يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس مشان يوصلوا مني كل جديد. وحبايب قلبي لا تنسوني من اللايك والتعليق الحلو هيك مثل قلوبكم الحلوة، الله يخلي لي اياكم ويجبر بخاطركم. وإن شاء الله بشوفكم فيديوهات جديدة وعلى خير يا حبايب قلبي، ومع السلامة.